والحيلولة دون تصعيد عسكري جديد، رتب لقاءات بين الرئيس العراقي صدام حسين وكل من جلال طالبان ومسعود برزاني انتهت بحصول الأكراد على حق إدارة المناطق الكردية في الشمال العراقي، وتضم 3 محافظات هي السليمانية، دبوك وأربيل، وهي المدن التي أجبر الجيش العراقي على إخلاءها تحت وطأة تهديد أمريكي. وبالرغم من محاولة تهدئة النفوس والتوصل إلى حل ينهي الأزمة ويغلق الملفات التي ظلت عالقة في أذهان الأكراد من قمع السلطة وحملاتها الدامية، إلا أن روح الانتقام ظلت قائمة وتفجرت بعد 12 عاما عندما بدأت أمريكا خطواتها العملية لإسقاط نظام بغداد. وعندما بدأت الحرب على العراق كانت القوات الكردية في طليعة القوات التي دخلت مع الأمريكيين وأسرعت بالسيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط.